المنتخب الوطني يخطف أول بطاقات الصعود لدور ال16 في كأس الأمم الأفريقية ويحقق العلامة الكاملة في أول مباراتين ويتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط بعد مباراة بطولية قدمها المنتخب والفوز على جنوب أفريقيا ب10 لاعبين بهدف مقابل لا شيء. محمد الشناوي وحمدي فتحي يردان بقوة على الانتقادات الكبيرة التي تعرضوا لها بعد مباراة زيمبابوي، ويقدم المنتخب مباراة رائعة أمام جنوب أفريقيا ليجبر الجميع على العودة للإشادة بهم مجددا. توقعات بأن يجري حسام حسن بعض التبديلات على تشكيل المنتخب في المباراة القادمة من أجل إراحة عدد من العناصر الأساسية استعدادا لمباراة دور ال16. وفي لفتة إنسانية حرص الكابتن حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن على احتواء محمد هاني ورفض توجيه أي قسوة أو أي هجوم على اللاعب بعد مباراة جنوب أفريقيا، رغم أن طرد اللاعب ساهم في تصعيب المباراة بشكل كبير على المنتخب الوطني. ويغيب محمد هاني عن صفوف المنتخب الوطني في المباراة الأخيرة أمام أنجولا في دور المجموعات بسبب الإيقاف على أن يعود للمشاركة مع المنتخب في دور ال16. انتقادات كبيرة في جنوب أفريقيا لمدرب المنتخب واللاعبين بعد الخسارة أمام مصر رغم لعب مصر ب10 لاعبين فقط شوط كامل عقب طرد محمد هاني. وحاول مدرب جنوب أفريقيا تبرير الخسارة أمام مصر وحسام حسن في كأس الأمم الأفريقية متحججا بالتحكيم، حيث أشار إلى عدم احتساب ركلة جزاء لصالح فريقه واحتساب ركلة جزاء لمصر وصفها بالمشكوك في صحتها. وخلال المؤتمر الصحفي أثار المدرب الجدل مؤكدا أن محمد صلاح أبدى استغرابه من احتساب ركلة جزاء لصالحه. في المقابل أكد أغلب خبراء التحكيم أن ركلة جزاء منتخب مصر صحيحة بنسبة 100% ولا توجد أي ركلات جزاء أخرى في المباراة. كما ادعى مدرب جنوب أفريقيا مشيرين إلى أن كرة ياسر إبراهيم مطابقة للقانون ولا يمكن احتسابها ركلة جزاء. أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشكل كبير بالأداء القوي الذي ظهر به المنتخب الوطني أمام جنوب أفريقيا والروح العالية التي أظهرها اللاعبون خلال المباراة، مؤكدا ثقته الكبيرة وثقة الجماهير المصرية في الجهاز الفني المحترم واللاعبين، ويؤكد أنهم قادرين على إسعاد الجماهير المصرية واستمرار النتائج الإيجابية التي تبث حالة من التفاؤل في الشارع المصري. طمأن المنتخب المصري الجميع على عمر مرموش مؤكدا أن استبداله خلال مواجهة جنوب أفريقيا كان قرار فني فقط ولا يعاني اللاعب من أي إصابات. منحت كبرى مواقع الأرقام والإحصائيات العالمية محمد الشناوي أفضل تقييم في مباراة مصر وجنوب أفريقيا بعد تصدياته المميزة والحاسمة خلال اللقاء. حرص مصطفى شوبير نجم الأهلي والمنتخب الوطني على تهنئة زميله محمد الشناوي بعد فوزه بجائزة رجل مباراة المنتخب الوطني أمام جنوب أفريقيا عن جدارة واستحقاق. حالة سعادة كبيرة سيطرت على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقب المباراة الكبيرة التي قدمها المنتخب الوطني أمام جنوب أفريقيا، وذلك خلال حضور اللقاء من المدرجات. وحظى محمد الشناوي بإشادة واسعة من جميع المحللين والنقاد الرياضيين والجماهير بسبب الروح العالية والشخصية القوية التي ظهر بها المنتخب الوطني أمام جنوب أفريقيا إلى جانب المستوى الرائع الذي قدمه الشناوي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وربيعة. وأشاد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بجميع اللاعبين بعد الأداء المميز أمام جنوب أفريقيا، مطالبهم بإنهاء الأفراح سريعا غدا والتركيز على تحقيق فوز جديد أمام أنجولا من أجل تحقيق إنجاز صعود بالعلامة الكاملة من دور المجموعات. كما نال حسام حسن إشادة أغلب المحللين والنقاد الرياضيين بعد إدارته الفنية الجيدة لمباراة جنوب أفريقيا، مع تأكيد العديد منهم على ضرورة الدفع بإمام عاشور في مركز الجناح الأيمن رغم عدم اكتمال جاهزياته البدنية. واحتفل الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم بتأهل المنتخب الوطني بالعلامة الكاملة إلى دور ال16 في كأس الأمم الأفريقية بنشر صورة لحسام حسن واللاعبين مع التعليق والكتابة على الصورة: الملك دائما يحكم سيطرته. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.